ازازة المية في اماكن خروج معينة بتوصل ل100 و150 جنيه. الكافيهات العادية خالص ب25 و30 جنيه، على الرغم من انها في الكشك اللي بره ب5 جنيه. لا، وبيدفع عليها سيرفيس وفات 14 و12%. اخر الشيك كده هتلاقي ان هم زيادة عن مية كمان. لا، واول لما تخش الكافيه يرزعها لك على الترابيزة لبسناها كلنا. لا، واحيانا تقول لا وترجع تقول له لا عطشت تجيبها تاني، يبقى شكلك مهذب. دي قضية كبيرة يا جماعة، ما تتفهوش منها. دي احنا في بلد نهر النيل، فلوسنا بتضيع في المية في الكافيه. ليه بعمل لك الفيديو ده؟ مش عشان اقول لك ما تشربش مية، لا، عشان اقول لك ان عادي جدا لو كنت في الكافيه وقلت له هات مية من الحنفية مش هيحصل اي حاجة. طب تشرب مية من الحنفية في البيت عادي. ده بره في انجلترا مثلا او في اي دولة اوروبية، لما بتقعد في مكان مش عايز تدفع ثمن ازازة المية بتقول له انا عايز تاب ووتر، بيجيبها لك بتلج وليمون ومعاها ميرسي وابتسامة حلوة. ليه في بلد نهر النيل لما اجي اطلب تاب ووتر بتبص لي بصة اللي جاية تاكل من مال عيالهم وتروح؟ لا، واجرؤ بقى اقول له ايس اند ليمون، احتمال يذبحني ويعلقني على محل عبرة لمن لا يعتبر. حتى ابوك يا جماعة ان نورمالايز فكرة التاب ووتر عادي، ومحدش يحط لي مية على الترابيزة من غير